مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا النهارده في حلقه جديده ومباشر من مصر. واسمحوا لي النهارده اكون معاكم طوال الحلقه ان شاء الله. الزميل محمد الجندي يكون معانا من الاسبوع المقبل. هنبدا حلقتنا النهارده مع قراءه في الاخبار، وان شاء الله هيكون معانا الكاتب الصحفي الاستاذ ايمن السيسي نائب رئيس تحرير الاهرام. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بعده ان شاء الله هيكون حديث وجلسه حوار مع السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، وحديث عن دعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كوب 27 لوقف الحرب الروسيه الاوكرانيه. قبل ما نبدا مع بعض فقره اخبارنا نتوقف مع هذا الفاصل وتقرير اخباري. مشاهدينا هنرجع لكم مره ثانيه نستقبل اول خبر من اخبارنا النهارده مع الكاتب الصحفي الاستاذ ايمن السيسي. خليكم معانا. الرئيس السيسي يوجه ببدء تطوير بحيرة البردويل لإنتاج 11,000 طن أسماك سنويا. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد. رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الكهرباء مشروعات الطاقة المتجددة. متحدث الخارجية: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في حماية وتعزيز حقوق المرأة. وزير المالية: تعميق الشراكات الاقتصادية العربية لتجاوز التحديات العالمية. تنفيذ مشروعات تنموية ب 12.3 مليار جنيه في المحافظات منذ أول يوليو وحتى منتصف نوفمبر الحالي. وزير الأوقاف: قضية بناء الوعي التكاملية تسهم فيها العديد من المؤسسات الوطنية. وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة حياة كريمة لدعم جهود التنمية بالمحافظات. السخنة تستقبل رحلات سياحية منتظمة أسبوعيا تزامنا مع الموسم السياحي. الصحف العالمية تحتفل بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. عودة مشاهدينا مرة تانية، وبرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ أيمن السيسي. مساء الخير يا أستاذ أيمن. اهلا وسهلا يا فندم. خلينا نبدأ مع بعض مشاهدينا مع النشاط الرئاسي. ورئيس عبد الفتاح السيسي يوجه ببدء تطوير بحيرة البردويل لإنتاج 11,000 طن من الأسماك سنويا يا أستاذ أيمن. شوفي موضوع البحيرات الحقيقه اول حاجه البردويل هي من اهم وانقى البحيرات في العالم، وهي يعني حسب اتفاقيه رامسار وضعوها ضمن الاماكن الرطبه ذات الاهميه الخاصه والمحتاجه الى رعايه قصوى في العالم. ده من 91، لكن الحقيقه من 91 وهي مصنفه من الثمانينات كمحميه طبيعيه ايضا. والاتفاقيه رامسار الاماكن الرطبه والمحميات الطبيعيه بتستوجب رعايه نوعيه لهذه الاماكن، وهذا لم يحدث منذ منتصف الثمانينات لا في البردويل ولا في البرولوس ولا في المنزله ولا كافه البحيرات الاخرى، ولذلك تراجع الانتاج. يعني البردويل مثلا كان انتاجها بيوصل 100,000 تراجع. في حصل عمليات إطماء فأثرت على الصيد. هي ده فضلا عن حكاية الصيد الجائر أو سرقة الزريعة وتعقب الزريعة من قبل لصوص الزريعة. وده الحقيقة وإن لم يكن في بحيرة البردويل إن لم يكن يعني التعديات جائرة ومتعددة عليها زي البحيرات الأخرى، ولكن لم يعني أهملت لفترات طويلة حتى جاء هذا القرار وجاء هذا الاهتمام. البحيرات الأخرى احنا عايزين نهتم أيضا بالبحيرات الأخرى. يمكن بحيرة البردويل حالها أفضل حالا من باقي البحيرات. الأزمة الكبرى إنه البلطجة في البحيرات منتشرة،
الصيد الجائر منتشر، التعديات كثيره جدا سواء على حواف البحيره او داخل البحيره ممكن بالمزارع. يكون كمان تلوث برضو، ممكن التلوث ده برضو مهم والتلوث لانه يقلل من الانتاجيه. بحيره المنزله بيصب فيها مصرف بحر البقر، صرف صحي وصرف زراعي وصرف صناعي وصروف متعدده. ايضا مصرف كيتشينر مصرف الغربيه الرئيسي بيصب في بحيره المنزله، وايضا يحمل طب وكل ده بيأثر على الثروه السمكيه. كل ده اثر، ولذلك احنا عندنا في مصر انتاج الانتاج الحقيقي اللي بيسد حاجه او بيقلل من ازمه الاسماك في مصر هو المزارع السمكيه، بتنتج 80%. يعني احنا البحر الاحمر بنستهلك او بنصيد منه 2% من الاستهلاك في مصر، البحر المتوسط 2%، النيل 2%، اكثر من 80% من الانتاج من المزارع، في حين انه هذه البحيرات قبل عام 70 او في السبعينات الى مرحله السبعينات كانت تصدر اعظم الانواع وافضل الانواع وانقى الانواع. دلوقتي الازمه خطيره. بدأ الرئيس الحقيقه، وانا واحد من اللي كتبنا تحقيقات استقصائيه وتحقيقات كثيره على البحيرات في فترات متعدده في الاهرام منذ يمكن 2004 حتى 2010 بشكل مكثف. والحقيقه هو يعني الفتره الاخيره شهدت اهتمام، بدا يبقى فيه تكريك وازاله الطمي والرواسب من البحيرات، حمايه بعض الشيء، ولكن البحيرات في أزمة حقيقية ما لم تنتبه الدولة بشكل أكثر مما هو. يعني حسنا فعل السيد الرئيس واهتم، لكن السيد الرئيس مش هيعمل كل حاجة، هيرفع الإنتاجية بشكل كبير. طبعا إذا اهتممنا بالبحيرات احنا ممكن نغطي، يعني تتراجع أو يزداد، مش هنقول تتراجع إنتاجية المزارع، لكن تزداد الإنتاجية بشكل كبير جدا. لكن علينا أن يكون هناك اهتمام. للأسف احنا عندنا هيئة الثروة السمكية، يعني الحقيقة لا أعلم لهيئة الثروة السمكية أي دور نهائي، يعني وخصوصا يمكن من قبل 2010 والهيئة دورها مغيب، لأن هناك من يتحكم في حركة البحيرات إما بالمال إما بالبلطجة إما بالسلاح. هيئة الثروة السمكية جانب أو إدارة أو هيئة داخل وزارة الزراعة، وزارة الزراعة ليست ملتفتة إلى الهيئة بشكل كامل. أنا في تقديري أن يجب أن تكون هيئة الثروة السمكية هيئة اقتصادية ذات كيان مستقل وخاص ونوعي، لأنه إحنا مش من المنطق أن إحنا عندنا كل هذه المساحات، النيل من أسوان ومن بحيرة سد إلى مصبيه في رشيد ودمياط، والبحر الأحمر سواحل 1000 كيلو، والبحر المتوسط أكثر من 1200 كيلو، وكم الإنتاج اللي عندنا أو حجم الإنتاج اللي عندنا ضئيل للغايه، لدرجه ان احنا يمكن ده كان اهتمام بالفعل للسيد الرئيس. هو الرئيس الحقيقه مهتم تحديداً. واوكل الى الجيش والهيئه الهندسيه وبداوا شغلوا، والجهاز المركزي للتعمير بداوا يشتغلوا في البحيرات. لكن انا في تقديري الشخصي ومن خلال معرفتي بحركه الصيد والبحر والبحيرات انه منظومه الصيد في مصر محتاجه الى تغيير كثير من القوانين، محتاجه الى تغيير الاداره التي تعمل منذ أكثر من 20 سنة، الإدارات المختلفة في هيئة الثروة السمكية بتشتغل بنفس الاستراتيجية، بنفس الرتابة وبنفس البطء وبنفس الروتين، الشكل الروتيني. احنا في فترة بنشوف ان مصر حققت إنجازات كبرى بأفكار غير تقليدية، احنا محتاجين هذه الأفكار غير التقليدية في قطاع الثروة السمكية، لأن ده قطاع مهم جدا، خصوصا ان احنا مقبلين على أزمات غذاء في العالم كله. ده حقيقي. طيب خلينا نروح لنشاط رئيس الوزراء. ورئيس الوزراء استعرض مع وزير الكهرباء مشروعات الطاقة المتجددة يا أستاذ أيمن، لأن دي أيضا من الملفات المهمة جدا على طاولة استراتيجية الدولة المصرية بشكل عام. طبعا هو احنا يعني الحقيقه برضو من ضمن الانجازات اللي تمت في خلال هذه السنوات الاهتمام بالطاقه المتجدده، خصوصا انه
الطاقة التقليدية أصبحت الآن سواء من النفط حتى الغاز مما هو مضر بالبيئة وبالمناخ. ويعني يمكن احنا شفنا وتابعنا كثير من الحديث حول ذلك في مؤتمر المناخ وما نشر عنه وأذيع. الطاقة المتجددة مصر الحقيقة بدأت من فترة من سنوات برضو مشروعات عملاقة. يعني احنا عندنا مشروع بنبان في أسوان، وعندنا مشروع في السويس والسخنة، عندنا مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وده بيعادل نسبة كبيرة من الغاز، 3 أضعاف إنتاج الغاز أو إنتاج الطاقة من الغاز. يعني في مشروعات متعددة بتتجه إليها الدولة لإنتاج الطاقة النظيفة والبديلة والآمنة. احنا يعني أنا أكيد المسؤولين وهم في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عندهم دراسات ومشروعات مهمة، لكن نتمنى أن يعجلوا بيها. يعني منطقة الواحات والصحراء الغربية فيها سطوع الشمس دائم وقوي ومستمر، حتى أنه أصدقائنا وأخواننا المزارعين في هذه المناطق بدأوا يستعيدوا عن الكهرباء بالألواح الطاقة الشمسية. إذا في يعني ما شفناش مشروع طاقة شمسية في البحر في الصحراء الغربية بالحجم اللي يوازي حجم الطاقة هناك. فأعتقد أنه لكن أعتقد أنه الدولة مهتمة بهذا الأمر، والاتجاه في الطاقة النظيفة ده في الفترة القادمة العالم كله. اتوقع هو في العالم كله بيهتموا بالطاقه النظيفه والاتجاه للطاقه النظيفه ده كله كمان لتخفيف في اطار الحفاظ على البيئه، على ده جزء المناخ مهم. ومواجهه التصحر بالظبط. ومواجهه الجفاف ومواجهه انبعاثات الكربون والكذا. مصر اتصور انه بهذه المشروعات اللي بدات تقام بالفعل والمشروعات اللي ممكن ان تقام، اعتقد ان مصر ممكن ان تكون يعني نموذج رئيسي لإنتاج وتصدير الطاقة في العالم كله، وخصوصا في منطقة أفريقيا. احنا عندنا منطقة أفريقيا دول كثيرة تحتاج إلى الطاقة، وفعلا تحتاج إلى الطاقة النظيفة. عندنا أوروبا وقرب السواحل المصرية من أوروبا، ده يسهل تصدير الطاقة النظيفة. متحدث الخارجية السفير أحمد أبو زيد قال عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال إن مصر حققت طفرة غير مسبوقة، وده يمكن مهم جدا في حماية تعزيز حقوق المرأة. يا أستاذ أيمن، شوفي، هو موضوع المرأة في مصر موضوع شائك ما بين السينما والدراما التي شوهت المرأة المصرية، وما بين الحكومة وما تفعل لرفع قيمة المرأة المصرية والقيمة الحقيقية للمرأة المصرية المعيلة والمنتجة والمساندة. فمصر الحقيقة قدمت، أنا هقول بس لمحتين أو حكايتين أنا شفتهم في الصعيد. طبعا احنا عارفين ان الصعيد من المحافظات الاكثر فقرا و أكثر ضغطا كمان يمكن على المرأة يا أستاذ اكثر أيمن. ضغطا، لان في رجال كثير بيتركوا اولادهم وبيتركوا نسائهم نتيجه الفقر وانعدام موارد الرزق، وبيهربوا، اما اللي بيسافر في الخارج، ودي يعني ملحوظه في بعض قرى سوهاج وقنا والاقصر. ولذلك الضغط على المراه قوي جدا. في محافظه سوهاج انا شفت الشغل اللي بيتعمل الحقيقه، ونحيي جهاز التعمير واللي هو محمود نصار، الجهاز المركزي للتعمير، وما يقوم به هذا الجهاز العظيم في كل المشروعات اللي عهدت اليه الدوله، وده من سنوات. يعني واحده ست كبيره عجوزه قالت لي انها قالت لي انا طول عمري بروح للحكومه في اي حاجه، اخلص ورق ولا اعمل، الحكومه تاخد مني فلوس. اول مره الحكومه تديني حاجه، بنت لي بيت. في محافظه اخرى وانا شفت في الاقصر في ارمنت واسنا حكايتين الحقيقه. واحده اللي كانت
يعني ما عندهاش سقف او السقف من البوص والبتاع، وكان التعابين بتسقط عليهم، فالحيه موتت بنت من بناتها في وقت من الاوقات، فكانت بتفضل تنام او هم اولادها يناموا وهي صاحيه مفنجله جنبهم حمايه لهم، لغايه ما الدوله من خلال مشروع حياه كريمه عملت احلال بناء بيوت جديده او اعاده كفاءه رفع كفاءه للبيوت القديمه التي تحتاج. فلما عملوا لها بيت جديد بتقول لي انا بقيت انام وانا مطمنه، لانه مش خايفه ان في حاجه تنزل، لان عملوا لها سقف، بيت كويس وسقف. واحده تانية الحقيقه، ودي الحاجه ستيتا في حته في ارمنت. الحقيقه دي صعبت علينا جدا. كانت بيتها عباره عن غرفه واحده، وكانت لما يعني عايزه تدخل الحمام بتروح عند ابن اخوها في الشارع اللي وراها. أنا رحت الحقيقة، كنت مع المهندس صبحي منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، وهم بيشوفوا الأماكن اللي اللي محتاجه بالفعل محتاجة إنشاء بيوت أو رفع كفاءة وكده. الست ما كانتش مصدقة، وقعدوا لغاية ما عملوا لها البيت. لما راحوا يسلموه لها لقوها توفت. لا اله الا الله. يعني ويقال يعني حسب الجيران انها ايه توفت من فرحتها بهذا البيت. ده جزء من تمكين المرأة ومساعدة المرأة. الحقيقة في مشروعات كتيرة، يعني برنامج مستورة من صندوق تحيا مصر عمل 20,000 مشروع متناهي الصغر بقيمة 325 مليون لمساعدة الستات المعيلات. القروض الميسرة في مبادرة حياة كريمة استفادت منها 220 ألف سيدة برضه بقيمة مليار و400 مليون جنيه. في 75% من مشروعات وزارة التضامن المتناهي للصغر هي أيضا موجهة للمرأة المعيلة. فهنا الاهتمام الدولة بالمرأة اهتمام الحقيقة طبعا في معاش تكافل وكرامة يعني غير مسبوق في إطار حياة كريمة. يعني هو برضو المبادرة نفسها غير مسبوقة. يعني أنا عجبني تعبير أستاذنا سيادة اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، كتب كتاب عن المبادرة بتاع حياة كريمة اسمه 100 مليون حياة، وعنوان فرعي الرئيس يدخل القرية. ودي الحقيقة أنا شايف إن العنوان الفرعي ده كان هو الأوجب، الرئيس يدخل القرية، لأنه على مدى العهود في مصر الصعيد تحديدا. شوفي أستاذنا الراحل جمال حمدان قال القاهرة رأس كاسح على جسد كسيح. فكانت القاهرة وبعدها اسكندريه مثلا كعاصمه ثانيه بتستحوذ على كل الخدمات وكل ما تقدمه الدوله من مشروعات وكذا. الان بمشروع مبادره حياه كريمه وفي صلبه الاهتمام بالمراه المعيله، بدايه من معاش تكافل وكرامه حتى بناء البيوت للسيدات او الاسر الفقيره، هو جزء من عداله التوزيع المشروعات والخدمات في مصر بعد أن كانت القاهرة رأس كاسح تستحوذ على كل الخدمات في مصر من الدولة. في أرقام كانت معيبة جدا لما يتقال إن الصعيد مثلا، والصعيد ده طول عمره احنا الانتاج بيجي لنا من الصعيد. يعني الصعيد كان جزء حتى في التاريخ الحديث كان يقول محمد علي لما السلطان العثماني طلب منه مساعدة الحرمين ومساعدة الدولة العثمانية، جاءت الميرة من الصعيد. فالصعيد دايما هو اللي بينتج. الصعيد فيه يعني وكان هو اولى بالكثير من الاهتمام، ولذلك او حتى يبقى في نوع من انواع التوازن ما بين الخدمات المقدمه لكل المحافظات. فما تم في خلال هذه او عقود الحقيقه، يعني يقرب من اكثر من 100 عام، اهمال انا مش عايز اقول متعمد، لكن يعني اذا قلنا متعمد لانه كثير من قيادات الدوله على مدى والحكومات كان في رؤساء وزراء كثيرين من الصعيد. يعني نذكر محمد باشا محمود وبطرس باشا غالي وغيرهم كثيرين جدا، يعني في الوقت لا يسع ذكر هؤلاء، ووزراء كثيرين وقيادات من قيادات الدولة حتى الآن. ولكن كان الإهمال
للصعيد واضح. موجود وواضح، إلى أن بدأت الدولة تهتم بالمرأة. والمرأة زي ما قال الشاعر أحمد شوقي: إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالاهتمام بالمرأة المعيلة والاهتمام بتمكين المرأة، بعيدا بقى عن ترهات وحكايات حقوق الإنسان والمرأة ومساواتها بالرجل والكلام اللي ما بيؤديش إلى نتيجة حقيقية. لا، بعيدا عن كده، الاهتمام بالمرأة العاملة والمرأة المعيلة والمرأة الفلاحة والمرأة المنتجة الحقيقية في مصر مهم جدا، لأنه كان، والصعيد تحديدا، لأنه كانت للأسف أنه كان في الاستثمارات المصرية أو استثمارات الحكومة قبل 2012 أو قبل 2015 كانت بتوجه 12% منها للصعيد استثمارات خدمية من الموازنة العامة، استثمارات خدمية في مشروعات خدمية. اختلف. فإحنا محتاجين مشروعات، يعني مشروعات خدمية ومنتجة تستهلك أو تستوعب النساء الأيدي العاملة النسوية الموجودة في الصعيد، وأن يكون يعني في رعاية أكتر. إحنا في مشروع مثلا، يعني أنا شفت مع مؤسسة صناع الحياة في سوهاج في نزلة عمارة، في مشروع مثلا الجمعية بتاعت القرية محتاجة أنوال ومحتاجة يعني شغل من الأشغال اللي هي اللي بتشتغل فيها المرأة، وكانت موجودة من الستينات واستهلكت، محتاجة بس حاجات ب200,000 جنيه، يعني أدوات وأنوال وخامات ب200,000 جنيه يشغل 60 مرأة في نزلة عمارة. ليه؟ أتمنى أن الدولة تتجه إلى هذه النوعية من الأعمال، لأنها نوعية مفيدة جدا للمرأة وللمجتمع. آخر خبر معانا، الدكتورة رشا راغب، حياة كريمة غيرت مفهوم التبرعات في صورتها المادية إلى دعم ومساعدة الفئات الأكثر استحقاقا. يمكن هنا الخبر بيتكلم عن المشاركة بقمة الشرق الأوسط لريادة الأعمال وبروتوكول تعاون بين الوطنية التدريب ومنتدى شباب العالم مع شركة فوربس بالشق الإعلامي. شوفي، هو يعني انا في حياه كريمه تحديدا، او في الاعمال اللي قدمتها الدوله حاليا، هي تغير نظره او تغير ديناميكيه الحركه، بدايه من التبرع الى عمل المتطوعين في الجمعيات الاهليه والجمعيات التطوعيه. هذه الجمعيات، وفي مؤسسات عظيمه اشتغلت زي مؤسسه صناع الحياه اللي بيرأسها سياده الوزير السابق محسن النعماني، والحقيقه عملوا شغل كويس جدا 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 في الصعيد وفي بحري ايضا، لكن هم تركيزهم كمان في الصعيد مهم. التبرعات، يعني تغير شكل وفكر التبرعات اللي بتصل مثلا لصناع الحياة، او يعني ده انا اقوله لان انا شفته وتابعته، يعني بيصل فعلا التبرعات بتصل فعلا للمستحقين الحقيقيين وتصرف في اماكنها الصحيحة، حتى يعني بدون دعايه. ما بيصرفوش على الدعايه في صناع الحياه، ما بيصرفوش على المرتبات بالشكل الكبير. الفكره كمان، ودي الاهم، يمكن دي يعني خطوه برضو كانت مهمه وغير برضو مسبوقه، هي فكره دايما المجتمع المدني كان بيشتغل على الارض بالفعل، لكن فكره ان هو يخش جوه المنظومه الخاصه بالدوله دي كانت نقطه مهمه. ما هو لانه نجح، هو الدوله يعني الدوله خدت صناع الحياه ضمتها ضمن منظومه مبادره حياه كريمه، المبادره الرئاسيه، لان دي اللي عملت الاختلاف. المؤسسه بقياده الرجل العظيم محسن النعماني انتجت على الارض انجازات ملموسه حقيقيه. انا بقول لحضرتك لدرجه ان هم ما فيش مكافآت بيدوها للمتطوعين، ما فيش يعني الناس بتتطوع حبا للعمل، ما فيش انفاق في الدعايه. يعني انا حتى اتكلمت مع بعض الزملاء هناك انهم ما بتعملوش دعايه ليه؟ فقال لك احنا كل الفلوس اللي عندنا بدل ما نحطها في الدعايه نحطها على الارض في مساعده الناس، والحقيقه عملوا حاجات مهمه جدا. فده تغير كبير لمفهوم
التطوع ولمفهوم منظمات المجتمع المدني بشكل عام. التبرع، لان التطوع زمان كان تبرع هش وظاهري ومظهري، اصبح الان، وانا شفت ده مع صناع الحياه في الحقيقه، الشباب والبنات على اعلى مستوى من الفكر وحتى عندهم حياء في تقديم الخدمه، ما بيشعروش مستحق الخدمه او مستحق المعونه ان هو بيشحت، لا بيقدموها له بشكل كريم بمنتهى جدا. العزه بقى، الحقيقه والكرامه. التبرع بيصل بالشكل مستحقين. الحقيقي للمستحقين على الارض. انا بشكر حضرتك جدا، ميرسي يا استاذ ايمن شكراً. على هذه الفقره. استاذ ايمن السيسي نائب رئيس تحرير الاهرام، ميرسي يا فندم مره ثانيه. شكرا. وهتوقف معاكم مشاهدينا فاصل قصير نستقبل فيه ضيفنا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. خليكم معانا.